Stranger Things أكتر مسلسل مشبوه في التاريخ. أطفال بيختفوا، تجارب سرية، عالم مظلم وكيانات غريبة. القصة دي عن تجربة بدأت في مكان هادي جدا وانتهت بحاجة مكانش المفروض تظهر. Stranger Things هو مسلسل أمريكي بدأ عرضه سنة 2016، بيحكي عن أحداث غريبة بتحصل في مدينة صغيرة اسمها هوكنز في ولاية إنديانا خلال فترة الثمانينات. لكن الغريب فعلا ان المسلسل من اول حلقة حسيتك ان في حاجة ناقصة، حاجة مش بتقال، حاجة مستخبية تحت القصة. مسلسل ما يبدأش ببطل ولا يبدأ بطفل، هو بيبدأ بعالم جوه مختبر حكومي بيجري وإنذار شغال وأبواب بتتقفل، وفي الآخر حاجة مش باينة بتهجم عليه. المشهد ده مهم جدا لأنه بيحصل قبل أي حاجة تانية، يعني قبل اختفاء الأطفال، قبل ظهور 11، وقبل العالم المقلوب، وقبل الوحوش. وده بيخلينا نفهم ان اللي هيحصل بعد كده مش بداية المشكلة، ده نتيجتها. ننتقل بعد كده هوكنز مدينة صغيرة جدا، سكان قليلين، هدوء، مفيش إعلام، مفيش ضوضاء. وسط المدينة دي في مختبر حكومي ضخم اسمه هوكنز ناشونال لابوراتوري. مسلسل ما بيشرحش المختبر ده بيعمل ايه، بس بيديك إحساس ان وجوده هناك أكبر من حجم المدينة نفسها، وده مش اختيار عشوائي. تاريخيا المشاريع الحكومية حساسة في أي دولة، كانت دايما تتحط في المدن الصغيرة والمناطق المعزولة وأماكن محدش بيسأل فيها كتير. وده نمط موثق في مشاريع كتير من الأربعينات لحد السبعينات. في الليلة العادية طفل اسمه ويل بايرز بيختفي، ومش بيتخطف قدام الناس ولا بيتقتل ولا بيسيب أي أثر، كأنه اتسحب من الواقع نفسه. والغريب إن اختفائه بيحصل في نفس الليلة اللي المختبر فيها كان في حالة طوارئ، ونفس الليلة اللي بيردوا فيها حاجة غريبة هجمت على العالم. بعد اختفاء ويل تظهر طفلة غريبة اسمها إليفن حليقة الرأس وصعب تتكلم وبتخاف من كل البشر ومتعرفش أي حاجة عن العالم. واضح جدا إنها متربتش تربية طبيعية. مسلسل بعد كده يورينا فلاش باكات لغرف بيضاء وعزل تام واختبارات وأجهزة بتقيس نشاط المخ، وده قبل ما نعرف إن عندها أي قدرات. يعني مهم نفهم حاجة، إليفن ما كانتش طفلة طبيعية وبقت خارقة. إليفن كانت تجربة وبعدين ظهرت النتيجة. مع تطور الأحداث المسلسل بيكشف عن مكان اسمه العالم المقلوب، نسخة مظلمة ومشوهة من عالمنا، نفس الأماكن بس مكسورة وميتة وخطيرة. العالم ده ما اتفتحش صدفة، المسلسل واضح، بوابة اتفتحت بسبب تجربة. يعني التجربة الأول فتحت البوابة، وبعد كده اكتشفنا العالم المقلوب واللي منه هتطلع الوحوش. نطلع برا المسلسل شوية، هل النوع ده من التجارب ليه أصل؟ هنا نطلع خطوة برا القصة. في الخمسينيات والستينات أمريكا اشتغلت على مشاريع حقيقية لدراسة العقل والإدراك والإدراك والعزل الحسي والترددات العصبية. أشهرهم مشروع MK ألترا، لكن في وثائق فرعية أقل شهرة ظهرت بعد 1977 ذكر فيها اسم مشروع جانبي اسمه موهوك بروجكت. حسب الروايات في 1959 لحد 1979 المشروع ده حسب شهادات غير مؤكدة ما كانش هدفه السيطرة على العقل، لكن توسيع الإدراك. السؤال كان، هل الإنسان يقدر يشوف أو يحس بحاجات مخه الطبيعي ما بيوصلهاش؟ وده يفسر ليه الأطفال بالذات اللي كان بيتعمل عليهم التجارب. والإجابة بكل بساطة لأن عقولهم لسه مرنة. في رواية منسوبة لباحث باسم دكتور هارلود بيشوب ذكر حادث باسم بريش 79. تقرير بيتكلم عن تجربة ترددات فقدان سيطرة وظهور كيان غير معروف. المهم هنا ان الكيان ده ما كانش الهدف، ده كان نتيجة جانبية. في سترينجر ثينجز الكيان ده اتسمى الديمو دوجان. وصفه في المسلسل راسه بتتفتح زي الزهرة، مفيش عينين، يعتمد على السمع، وعدواني جدا. الغريب بقى ان نفس الوصف ده ظهر في شهادة سنة 1980. شخص اسمه توماس كيلر عامل صيانة سابق قرب موقع تجارب موهوك. بيقول انه بعد اغلاق المشروع قابل راجل شحات مرعوب في المنطقة، قال له اللي خارج من المكان ده مش حيوان. ووصف الكائن بنفس التفاصيل تقريبا اللي في المسلسل. بعد الشهادة دي مشروع موهوك اختفى تماما، والموقع اتقفل ومفيش ملفات، مفيش اعترافات، كأن المشروع اتحذف من التاريخ. سترينجر ثينجز عمل ايه؟
مسلسل ما قالش ده حصل بجد، بس عمل حاجة أذكى، غير الأسماء، غير الأماكن، وساب نفس التسلسل. تجربة فتحت بوابة، طلعت كيان، وبعدين أخفوا كل الكلام ده. Stranger Things مش مسلسل وحوش، هو قصة تجربة خرجت عن السيطرة واتحكت كحكاية عشان ما تتصدقش. سؤال حقيقي، هل ده خيال ولا إعادة سرد لحاجات حصلت بس اتغير اسمها؟ لأن أحيانا أكتر قصة الناس بتكذبها هي القصة الحقيقية لما تحكي كترفيه. وبينما المسلسل بيتقدم، مش بس ظهرت إليفن والديمو دوجان، ظهر كائنات تانية مرعبة زي المايند فلاير وفيكنا، وحوش متعددة في العالم المقلوب. ده بيخليك تفكر، لو سترينجر ثينجز مبني على أحداث حقيقية، والتجارب دي خرجت عن السيطرة وخلقت كائنات زي الديمو دوجان وفيكنا والمايند فلاير، يبقى احنا كبشر وصلنا لمرحلة، أو على الأقل بنسعى لمرحلة نقدر نخلق كائنات زي المايند فلاير وفيكنا وديمو دوجان، كائنات تتحكم وتراقب وتأثر في الواقع بطرق ما زلنا لسه فاهمينها جزئيا، وغير كده تتحكم بعقول البشر. والنهاية دي مش مجرد خيال، دي تحذير مبطن إن العلم والتجربة والإدراك البشري لو خرجوا عن السيطرة ممكن يعملوا عوالم وحوشنا الخاصة، مش على الشاشة لكن في الواقع نفسه.